السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف هي أحوالكم؟ تنتمنى الأمور تكون كاملة بخير. مرحبا بكم في القناة. اليوم مع فيديو جديد ووصفة جديدة كيف عودناكم. حلوة القهوة اللي تجي أكثر من رائعة بمقادير اقتصادية وبطريقة ناجحة ومبسطة. تنتمنى تجربوها ونبداو على بركة الله. في قصرية تنوضع 125 غرام زبدة، كيس من سكر الفاني، كاس سكر كلاصي، غادي نخلط جميع العناصر حتى ينسجموا. غادي نضيف 2 معالق كبار زيت نباتية. اي عنصر او اي مكون ضفتو انا تنخلطو مع باقي المكونات. غادي نضيف بيضة من الحجم المتوسط، كيس من قهوة سريعة الذوبان، ساشي فلونك شكلاط بدون سكر، جوج اكياس من الكاكاو المر. غادي نضيف نص كاس نشا او مايزينا، وتنخلط جميع العناصر حتى تنسجم مع بعضياتها. في هذا الاثناء غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج. ضفت نصف الكمية، عاد غنضيف الخميرة الحلويات، عاد نضيف الكمية المتبقية. مني دخلت الكمية الدقيق اللي درت غادي نضيف نص ساشي ديال خميرة الحلويات، اي ما يعادل 3 غرام. ومن بعد غادي نكمل الكمية اللي بقات ديال الدقيق. بالنسبة للدقيق احتاجيت تقريبا 350 غرام، تقدر تستعملوا اقل او اكثر على حسب النوعية ديالو وعلى حسب الحجم ديال البيضة اللي استعملته. هذا هو القوام ديال العجين اللي خاص تكون عليه، تكون مرخوفه وما قاصحاش. ودابا غادي ندوز نشكلو الحلوى. غادي ناخد كميه من العجين اللي تنديرها على شكل بيضاوي. غادي نستعن بمعلقه صغيره، غادي ندير خلط وسط منها اللي غادي تجينا بحال الحبه ديال القهوه كيف تلاحظوا في الشكل. تناخد كميه من العجين تنديرها على شكل بيضاوي وتنقسم الوسط ديالها براس ديال المعلقه. تنبقى مستمره على هذا الشكل حتى تنسالي الكميه اللي عندنا. مني غادي نسالي اللاطه غادي ندخلها للفران اللي تيكون مسخن من قبل على 180 درجه حتى طيب. وهذه هي النتيجه مني طابت. دابا غادي ندوزو نشكلوها. غادي نغمس الحلوى في الشكلاط اسود اللي دايب في حمام مريم. مني غمستها مزيان في الشكلاط غادي نوضعها على ورق الزبده. قبل ما يجمد الشكلاط غادي نحاول نحرك الحلوى من البلاصه ديالها باش ما يبقاش لينا الشكلاط في الجوانب ديال الحلوى. وغادي نبقى مستمره على هذا الشكل حتى نسالي الكميه ديال الحلوى. وهذه هي النتيجة، حلوة القهوة بمذاق وشكل القهوة. تتجي بنينة بزاف، تنتمنى تجربوها. بالصحة والراحة، نتلاقاو
في وصفة جديدة وفي فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.